عليكم الاخوات الكريمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير يا رب يا مولانا. غندير معكم واحد لاكوسي ان شاء الله. كومبلي هو فيه الكفته ديال لاداند والفريت والبصله مقطعه دويرات رقيقه، الخس والزيتون باللوينات مقطع طريفات صغار، والمايونيز اللي صوبت معكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه، راه روعه. ان شاء الله يستحق التجربه، وكيجي فتي وبنين ديالكم بلي راه بنين. وجربوه ان شاء الله وجاوبوني في التعليقات ديالكم الزوينين. وان شاء الله خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي كندير ليه، لان كنعاود له انا شي شويه ديال الطياب. خليكم معايا. هذا الفريت كنقليوه، كنديروه رقيق، راه ما كنديروش غليظ. وهذا الفريت كنحطوه باش يشرب لنا داك الزيت. كاين كيديروا في الفران، وكاين اللي انا بغاو ليا الدراري نقلي، ما عندي ما ندير. كيجي روعه مقرمش، وكيتقلى دغيا بسرعه باش الوقت ما كيديش بزاف باش ما كيشربش الزيت. ها هي الكفته ديالنا كطيب. نتمنى ان شاء الله ما تبقاش عليكم، المحتوى ان شاء الله يعجبكم. الكفته فيها التوابل ديال الكفته كما كتعرفوا. وهذا الخبيز كنرميه حتى كيدير ديك البويقات باش كيجي مقرمل وزوين الروعه، ما كيجيش رطب. والكفته درت فيها الربيع، درت فيها التوابل ديالها، الكمون، البزار، تحميره، سكينجبير، الربيع مقطع رقيق، وطيب خلاص بزيت العود. تبقوا معايا ان شاء الله حتى الاخير. دابا ان شاء الله غنبداو في التعمار وكلشي موجود. حنا غندهنوه بالمايونيز. المايونيز غادي ان شاء الله نوريه لكم، لان مصوب في الدار، ما فيش البيض، صحي زوين، كيطلع بسرعه وكيدي حتى ل 15 يوم وفي الثلاجه ما كيوقع ليه والو. الا دقتوه ان شاء الله راه ما تقدروش تستغناو عليه. نوريكم الطريقه ديال التعمار. كنفرقوا هكا الكفته على الخبيزه كامله، وكنديروا داك المايونيز باش يثبت لينا الكفته كتشد. وزوين الخبيزات الا عاود دوزتهم في المقله راه كيجيو مكرملين وواعرين. كنحطوا دوك العناصر بالتربيع، مربع ديك الخبزه كنقسموها على المربعات. تعمري باش ما بغيتي، كل واحد على حسب اختياره. انا اختاريت هذا النوع هكا ديال التعمر. نتوما تعمروا باش ما بغيتو، غير الخس تقريبا من الضروري يكون في سميتو في اللاكوست، كيجي زوين كيجي بنين. ممكن ديروا الفريت، ممكن ما ديروش، ديروا فروماج، ديروا اي حاجه بغيتو. شتي كي داير مقرمل زوين. وخصو شويه ديال التثبيت لهذا المقرمل باش سميتو تطويوه. ماشي بحال هذاك اللي كيكون مرطب ومعجن كيسعف، يكون بحال الشكل ديال الورقه. ولكن عاودي الا بغى الانسان ياكل شي حاجه جوده وزوينه ومقرمله، خصو يسعف الامور. هذا ما كنعاودش نردو المقله، صافي داز المقله قبل ما يتعمر باش كيتقرمل لينا من هنا ومن هنا. حيت الخاص والمايونيز ما خصوش يعاود يرجع للسخونيه. واعره الاخوات، جربوه ان شاء الله وردوا عليا بنين ومقرمل وواعر. ما تعاتقش مع ديك القطيره اللي طاحت ليا، هزيتها حتى هي. ومهوب عامر كيشبع. نتمنى ان شاء الله ما تبقاش عليكم. والناس الجداد ان شاء الله يديروا ابوني وعاونونا بالتعليقات ديالكم الزوينين، ونشوفوا تعالى ان شاء الله المحتوى يعجبكم.
باذن الله. مجرد كنقرملوه شي شويه في المقله كنعاود نردو البلاستيكه ديالو باش كيبقى شي شويه رطب غير تهرش. ولكن راه بنين الاخوات، بنين بنين منين داز في المقله مره اخرى. والكفته ماشي الا راه الدجاج، انا كناخذ الصدر ديال الدجاج وكنطحنو بالطريقه اللي بغيت او نقطعو او حتى الفريت راه ما شربش الزيت بزاف، حيت رقوق دغيا كتلوحيه دغيا وتهزيه. هذاك اللي كيكون غليظ كيجلاس كيطيب وكيشرب الزيت على خاطر ما هذا دغيا. وكله خفيفه وبنينه وصحيه، ما فيهاش شي حاجه كاع اللي مضره، واقتصاديه في نفس الوقت. والمايونيز واعر واعر واعر، لما كترتو فيه كيجي بنين. قلت لكم هذا كيجي شويه شويه صعيب في الطويان لان مقرمل الخبز، ولكن زوين ولكن واعر. الحاجه اللي زوينه راه كتكون واعره. نتمنوا ان شاء الله طريقتنا الاعجاب ديالكم، تنولوا دابا تجربوا. واو الروعه مهوبس. النهايه ديال الطاكوس هو هذا، احنا حطيناه، هذا هو الشكل ديالو. يستحق التجربه، واعر ومقرمل وصحي واقتصادي وكيوجد بسرعه، المواصفات الزوينه كلها فيه، يستحق تجربوا. نتمنى ان شاء الله ما نكونش ثقيله على خاطركم، والناس الجداد يديروا ابوني وبارطاجيو مع العائله، وان شاء الله حنا ما نبخلوش عليكم وانتم ما تبخلوش علينا، ونطلبوا الله تعالى المعين. يلا السلام عليكم، حتى الفيديو ان شاء الله مقبل باذن الله تعالى.